في صور بتصحي جواك ذكريات، وفي حتة قماش بتفضل شايلة ريحة الغاليين حتى لو عدى عليها سنين. دولاب ندى كان مليان هدوم، بس في ركن متداري متعلق فيه فستان أزرق بسيط. الفستان ده ندى ما بتلبسوش في الأيام العادية، ما بيشوفش النور غير في يوم واحد بس، أول يوم العيد الصبح. الحكاية مش حكاية قماش ولون، الحكاية إن الفستان ده كان أكتر حاجة بيحبها جوزها الله يرحمه. كان دايماً بيقولها: أنتِ بتنوري لما بتلبسيه. ومن يوم ما مات من 5 سنين وندى بتلبسه كل عيد عشان تحس إنه لسه موجود، بيشاركها فرحة اليوم. بس ندى ما كانتش عايشة لوحدها، كان معاها علي، ابنها اللي تم 18 سنة. علي زي أي شاب في سنه، الدنيا واخداه، أصحابه وتليفونه. كان بيشوف أمه بتلبس الفستان، بس ما بياخدش باله من الدمعة اللي بتستخبى في عينيها. لحد ما جه عيد من الأعياد، ندى لبست الفستان كالعادة ووقفت في البلكونة. علي نزل جاري على السلم، ولما وصل الشارع بصلها لفوق وقالها بصوت عالي: ابقي كلميني لو عوزتي حاجة يا ماما. وهو بيلف عشان يمشي، لقى ست عجوزة قاعدة تريح على الرصيف. ست باين عليها الأصول، هدومها بسيطة بس مهندمة، وريحة عطرها الهادي سابقة خطوتها. الست رفعت راسها، شافت ندى اللي واقفة في البلكونة بالفستان الأزرق، وبعدين بصت لعلي، وقفته وقالت له بصوت دافي وموزون: يا بني، أمك لابسة لون السما، بس عينيها بتمطر. اللي راح ما بيرجعش، بس اللي فاضل محتاج حد يطبطب عليه. ما تسيبهاش لوحدها في يوم زي ده. الكلمتين دول نزلوا على علي زي المية الساقعة اللي فوقته. بصلها، والأول مرة من سنين يشوف أمه بجد ويحس بوجعها. علي ما قدرش يمشي لأصحابه، ولا هان عليه يسيب الست دي قاعدة كده. نزل لمستواها، مد إيده بابتسامة وقال لها: طب ينفع ست الكل تقعد في الشارع يوم العيد؟ تعالي استريحي فوق واشربي معانا كوباية شاي، وماما هتفرح بيكي قوي. الست ابتسمت وقامت سند على دراعه. كل ده وندى كانت واقفة في البلكونة وشايفة المشهد. شافت ابنها وهو بيسند الست العجوزة، وحست بفخر ما يتوصفش. قلبها فرح بحنية ابنها، وإنه كبر وبقى راجل جدع بيجبر بخاطر الغريب. ندى جريت على الباب أول ما جرس الشقة رن، وفتحت لهم بابتسامة واسعة. علي دخل الست، وبعدين لف لأمه، بصلها كأنه بيشوفها لأول مرة. حط إيده على كتفها وقال لها بصوت مليان حنية: الفستان ده لسه بيخليكي تنوري يا ماما. بابا كان عنده حق. ندى بصت له بدموع الفرحة، ولما شافت الست في بيتها حست إن العيد أخيراً رجع يزورهم. الدرس المرة دي: الفقد بياخد حبايبنا، وساعات بيعمينا عن اللي عايشين معانا، بس العوض دايماً بيجي من حتة ما منتوقعهاش. حنية الغريب وجبر الخاطر ممكن يبقوا رسالة من ربنا عشان تفوقنا. الست دي ما كانتش مجرد عابرة سبيل، دي كانت العوض. دخلت بيتهم وبقت هي العيلة، والبيت اللي كان مقفول على وجع اتفتح لحياة جديدة. الذكريات مش سجن بنحبس نفسنا فيه، الذكريات بتعلمنا نحافظ على اللي لسه في إيدينا قبل ما الأيام تجري بيهم.